اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم أول درس في الوحدة الأولى في منهج الصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول 2026 إن شاء الله. هشرح إن شاء الله من كتاب الأستاذ. هبدأ كده بأمر الله. دي الوحدة الأولى اسمها المعاملة الطيبة. المعاملة الطيبة. أول درس ده نص استماع أو درس استماع. يعني إيه درس استماع؟ يعني الطالب المفروض إن هو يستمع إلى هذا الدرس، مش يقرأه، يستمع إليه ويجاوب في الآخر على أسئلة ومعلومات هو استفاد بيها من الدرس، ويستنتج من الدرس القيم اللي موجودة فيه. فيلا بينا. أول درس اسمه يوم جميل. يوم جميل. نبدأ كده بسم الله. أول قطعة في الدرس بتقول إيه؟ أنا مريم. اليوم كان يوما جميلا. سأحكي لكم. استيقظت مبكرا. ابتسمت لأمي وأبي وقلت صباح الخير. تناولت فطوري ثم ذهبت إلى المدرسة. لاحظت أن صديقتي ليلى حزينة. سألتها ماذا بك يا ليلى؟ قالت ليلى لقد نسيت قلمي. يبقى احنا عندنا دي بنت اسمها مريم بتتكلم عن نفسها وبتعرف لك نفسها وبتقول لك أنا مريم، وبتحكي إن يومها كان يوم جميل جدا، وبتقول أنا هحكي لكم كان يوم جميل ليه. قمت من النوم مبكرا يعني بدري. ابتسمت لأمي وأبي يعني ضحكت لماما والبابا. وقلت صباح الخير، قلت لهم صباح الخير. تناولت فطوري، فطرت معاهم. ثم ذهبت إلى المدرسة، وأخذت بعضها وراحت المدرسة. لاحظت أن صديقتي ليلى حزينة. لاحظت إن صاحبتها ليلى في المدرسة حزينة. سألتها ماذا بك يا ليلى؟ مالك يا ليلى، فيك إيه؟ قالت ليلى لقد نسيت قلمي. أنا نسيت قلمي، أنا زعلانة عشان نسيت قلمي. قلت بابتسامة لا تحزني، معي قلم. تزعليش وما تزعليش نفسك، أنا معايا قلم. قالت ليلى شكرا لك، أنت صديقة جميلة. أنت صديقة جميلة. يبقى احنا عندنا هنا دي أول قطعة بتتكلم مريم عن نفسها وعن ليه يومها كان جميل. حلو؟ حلو. طيب مبدئيا كده عايزين تبقى انت عارف حاجة. امتى اعرف ان الكلمة اسم، او بمعنى اصح ايه هي علامات الاسم؟ عشان اعرف ان الكلمة دي اسم، يعني علامات الاسم. علامات الاسم يا ولاد بيكون اوله الف ولام. لازم يكون اوله الف ولام او اخره تاء مربوطة، سواء كده او كده، او اخره تنوين بالفتح او بالكسر او بالضم. دي من علامات الاسم. الف ولام او تاء مربوطة او تنوين فتح كسر ضم. او يكون اسم انسان احمد، مريم. او يكون اسم حيوان اسد، ارنب. او جماد كرسي، مكتب. او نبات وردة، شجرة. او صفة شجاع، نشيط. كل دي من علامات الاسم. يعني لما اجي اقول البنت، البنت يا ميس اهو اوله الف ولام يا ميس، يبقى اسم. لما اجي اقول مدرسة هي ميس اخرها تاء مربوطة، تبقى اسم. معلم اهو يا ميس اخره تنوين بالضم، يبقى اسم.
يبقى أي علامة من العلامات دي لو جت في الكلمة تبقى من علامات الاسم. يعني لو جينا هنا قلنا أنا مريم، أهي مريم دي إيه؟ مريم دي اسم أهو. اليوم أولها ألف ولام اسم. حلو. كان يوما جميلا، كان دي فعل، كان ديت فعل ماضي. ميس هو يعني ايه فعل؟ الفعل اي حاجة انا بعملها، باكل، بشرب، بذاكر، بروح المدرسة، بلعب مع اصحابي بالكورة، كل ديت افعال. طيب يبقى كان دي فعل ماضي. يوما اهي اخرها تنوين تبقى اسم. جميلا اخرها تنوين تبقى اسم. سأحكي لكم. طيب سأحكي، احكي دي مالها؟ فعل مضارع. اي فعل اوله سين يبقى فعل مضارع. تمام؟ خلاص كده معانا. طيب قالت ايه بقى مريم؟ قالت ايه؟ قالت صباح الخير. قالت لباباها ومامتها صباح الخير. اخدت فطورها وراحت المدرسة، ولاحظت ان صديقتها ليلى، ليلى اهي، ليلى دي ايه؟ برافو اسم. حزينة اخرها تنوين اسم. ماشي؟ طيب يبقى احنا عرفنا ازاي نطلع الاسم وازاي نطلع الفعل. مش كده؟ اهو نمشي كده. قالت، قالت حاجة انا عملتها، قلت الليلة. قالت دي ايه؟ فعل ماضي، يبقى دي فعل. لقد نسيت الايه؟ قلمي. لقد نسيت ايه؟ قلمي. طيب نسيت ديت ايه؟ فعل. فعل ايه؟ فعل ماضي. نسيت. خلاص. قلت اهي كلمة قلت مالها؟ ايه؟ فعل، فعل ماضي. قلت بابتسامة اخرها تنوين يا ميس، يبقى ايه؟ اسم. يبقى اي حاجة اخرها تاء مربوطة، اخرها تنوين فتح كسر ضم، اولها الف ولام، اعرف ان ديت ايه؟ اسم. واي حاجة انا بعملها يبقى دي ايه؟ فعل. طب بص، معي قلم. معي ايه؟ قلم اخرها تنوين تبقى دي ايه؟ اسم. قالت ليلى. قالت فعل ماضي. ليلى اسم. برافو. شكرا لك انت صديقة جميلة. خلاص. طب من القطعة ديت عايزة اقول لكم على حاجة. مين اسم بطلة القصة هنا؟ اسمها ايه؟ برافو اسمها مريم. يبقى مين بطلة القصة؟ مريم. طب مريم هتحكي لنا ايه؟ هتحكي لنا عن يوم جميل من ايامها. طب سؤال كمان، مريم لاحظت ايه لما راحت المدرسة؟ لاحظت ان ايه؟ صديقتها ليلى حزينة. طيب كمان سؤال، طب لماذا كانت ليلى حزينة؟ حست ان هي حزينة ليه؟ قالت ايه؟ لانها ايه؟ نسيت قلمها. لانها نسيت قلمها. برافو. طيب كيف ساعدت مريم صديقتها ليلى؟ قالت لها ايه بقى هنا؟ قالت لها ايه؟ لا تحزني معي قلم وايه؟ واعطتها اياه. طيب وبما ردت ليلى على مريم؟ قالت لها ايه بقى ليلى؟ قالت ليلى شكرا لك انت صديقة جميلة. دي القطعة اللي احنا قريناها، ودي كل الاسئلة عليها، ودي كل الاستخراجات اللي ممكن تقابلنا. ماشي؟ طيب طب لما حصل كل ده ومريم خلاص ادت القلم لمين؟ لليلى، ايه اللي حصل؟ تعالوا نكمل بقية القطعة. في الفسحة كنت ألعب مع أصدقائي فصدمت زميلتي فاطمة دون قصد. يعني في الفسحة وهي بتلعب مع أصحابها كانت بتلعب كده فخبطت في إيه؟ في زميلتها فاطمة من غير ما تقصد، دون قصد، مش متعمدة إن هي إيه؟ تخبطها. فقلت لها أنا آسفة يا فاطمة، أنا آسفة جدا يا فاطمة ما خدتش بالي. قالت فاطمة مبتسمة لا مشكلة، أنا أعرف أنك لم تقصدي، أنا عارفة إن أنت مش إيه؟ مش قصدك.
تعرفون لماذا كان اليوم يوما جميلا؟ ليه اليوم كان يوم جميل؟ ليه؟ لأنني تعاملت مع الجميع معاملة طيبة وهم أيضا فعلوا ذلك. اليوم كان جميل لأن أنا تعاملت مع كل الناس معاملة طيبة وهم برضو اتعاملوا معايا بنفس المعاملة. تمام كده؟ عشان كده كان يوم ليلى إيه؟ كان يوم مريم يوم جميل. ماشي كده؟ طيب عايزة أقول لكم على حاجة، طلعوا لي حرف جر. في حرف جر الفسحة، أولها إيه؟ ألف ولام، آخرها إيه؟ ت مربوطة أهي اسم. كنت فعل ماضي. ألعب فعل ماضي. طب أصدقائي اسم. طب الياء دي ياء إيه؟ أهي ياء ملكية. عارفين يعني إيه ياء ملكية؟ ياء بتيجي في آخر الاسم بتنسب الحاجة بتاعتي. أصدقاء عادية، أصدقائي يعني هم أصدقائي بتوعي أنا، أصدقائي أنا مش أصدقاء حد تاني. فصدمت ده فعل ماضي أهو. زميلتي اسم. أي كلمة آخرها ياء ملكية اسم. فاطمة قلنا إن اسم إنسان أهو اسم. ماشي؟ كل ديت أسماء. أنا زي أنا يا مريم، أنا آسفة، أنا ده أنا إيه؟ لا بقى هنا أنا ديت إيه؟ ضمير متكلم، يبقى أنا دي ضمير متكلم. قالت فعل ماضي. فاطمة اسم. مبتسمة أهو، مبتسمة على تنوين بالفتح، لا يبقى دي بقى إيه؟ اسم. خلاص؟ يبقى إحنا بنطلع الظواهر بالطريقة دي. طب عايزة أسأل سؤال، ما الذي حدث لمريم في الفسحة؟ أهي حصل لها إيه في الفسحة؟ في الفسحة إيه اللي حصل؟ كنت ألعب مع أصدقائي فصدمت زميلتي فاطمة دون إيه؟ قصد. خبطت في فاطمة من غير مقصد. ده اللي كان إيه؟ كان حاصل. وماذا فعلت؟ طب لما حصل كده إيه اللي حصل؟ قالت لها إيه؟ فقلت لها قالت لها إيه؟ أنا آسفة يا فاطمة. طب وبما ردت فاطمة عليها؟ قالت لها إيه؟ قالت فاطمة مبتسمة لا مشكلة، أنا أعرف أنك لم تقصدي. يعني فاطمة هنا مش قاعدة بقى تزعق لها وتقول لها مش تاخدي بالك، لا قالت لها أنا عارفة إن أنت مش قصدك. طب لماذا كان اليوم جميلا بالنسبة لمريم؟ كان جميل ليه؟ لأنها تعاملت مع الجميع معاملة طيبة وهم أيضا فعلوا إيه؟ ذلك. نتعلم من الدرس ده يا ولاد حسن المعاملة مع الآخرين، مع كل الناس نتعامل معاهم معاملة طيبة، ولما نغلط نعتذر. الاعتذار عند الخطأ دي من الدروس اللي احنا مستفيدين منها من الدرس ده. تمام؟ ده بالنسبة للدرس بتاع يوم جميل. ماشي؟ طبعا يوم اخرها ايه؟ ضمتين اهو، يعني تنوين بالايه؟ تنوين بالضم، يبقى دي اسم. جميل اهو تنوين بالضم، يبقى دي برضو ايه؟ اسم. تمام؟ ده بالنسبة للدرس. خلصنا شرح الدرس واستخراجات اكتر الاسماء والافعال من الدرس، وعرفنا الاسئلة وازاي بنجاوب عليها. ان شاء الله هسيب لكم رابط الاسئله بتاعت الدرس تحل ازاي، لان احنا عندنا كتاب الاستاذ فيه كم اسئله كبير جدا، المفروض ده يبقى فيديو ان شاء الله لوحده. هسيب لكم الرابط بتاع الاسئله ده، الاجابه بتاعت الاسئله دي ان شاء الله تحت الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.